مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، طابت أوقاتكم. سنكون معا في حلقة جديدة من الزاوية البيئية. مستمعينا الأكارم، في حلقتنا اليوم سنتناول موضوع الزحف العمراني من حيث تأثيراتها على البيئة. إن مشكلة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم الفقيرة والغنية. إن الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن تتناقص يوما بعد يوم، وذلك نتيجة لامتداد العمران فوقها وزيادة نسبة التحضر في العالم. ويجب أن نشير إلى انعدام التخطيط السليم في المدن، مما يساعد على توسع العمران على حساب الأراضي الزراعية. مستمعينا، من آثار الزحف العمراني على الأراضي الزراعية: أولاً، تراجع المساحات المزروعة حول المدن وزيادة مساحة المناطق المبنية. ثانياً، أن القضاء على الأراضي الزراعية وانتشار العمران يساعد بدرجة أو بأخرى على تمهيد الطريق أمام التصحر. ثالثاً، النمو العشوائي للمساكن يساعد على التلوث والإخلال بالنظام البيئي. رابعاً، انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية المنتجة على مستوى العالم. خامساً، القضاء على الغطاء النباتي المحيط بالمدن وإزالة الأحراج والذي يلحق الأذى بالبيئة المحيطة بالمدن، وغير ذلك يخلق بيئة سكنية غير سليمة وغير آمنة. مستمعين الأعزاء، إن الزحف العمراني مشكلة زراعية يجب حلها، وهناك بعض الأمور والحلول التي يجب مراعاتها للتقليل منها، وهي: أولاً، بناء البيوت بشكل عمودي وليس بشكل أفقي، أي أن البناء يكون مكوناً من عدة طوابق بدلاً من بناء البيوت بجانب بعضها البعض للتقليل من مساحة الأراضي المستخدمة في البناء. ثانياً، بناء البيوت في الأراضي الوعرة غير الصالحة للزراعة بدلاً من بنائها على الأراضي الزراعية الخصبة. ثالثاً، التقليل من إعطاء الرخص للبناء على الأراضي الزراعية المستخدمة في الزراعة، وكذلك وضع سياسات تتعلق بإدارة واستخدام الأراضي داخل المدن وما حولها، ويؤخذ بعين الاعتبار امتداد ونمو التجمعات السكنية ووضع قوانين تنظيم حدود المدن. فإذا ما تم تطبيق هذه الأمور نستطيع التخلص أو الحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية زاويتنا لهذا اليوم. نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.